عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معانا النهاردة أول درس من منهج الدراسات الاجتماعية الترم الثاني. يعني هنبدأ في درس بيقول نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. الدرس ده بيتكلم عن السكان وكيفية النمو، الزيادة اللي بتحصل فيهم، وكمان في قد ايه فترات زمنية، وهل بيتعمل تعدادات ولا كل قد ايه زي ما كنا واخدين في سنة رابعة، وكمان النمو السكاني ناتج عن ايه، وهنتعرف على كل الحاجات ديت، وتوزيع السكان بأعدادهم في شتى المحافظات. هنتكلم النهاردة عن المقصود بالنمو السكاني. يعني ايه النمو السكاني؟ ايه هو النمو؟ النمو هو زيادة في عدد السكان في خلال فترة زمنية معينة. يعني بقيس معدل الزيادة السكانية اللي حصلت عندي في خلال فترة زمنية معينة. وطبعا احنا عارفين ان في مصر الزيادة السكانية ديت بتتعمل كل التعداد السكاني اللي هو حصر السكان بيتعمل كل 10 سنين. طيب كمان مصر من أقدم الدول اللي أجرت التعداد السكاني. احنا كنا واخدين الكلام ده في سنة رابعة مع بعض، وقلنا ان السكان مصر أولى الدول في عمل تعداد سكاني، وأول تعداد اتعمل كان 1882، وكان طبعا الزيادة اللي كانت فيه كانت بنسبة 6,000,007 نسمة، يعني زيادة معقولة. أما الفترة اللي عمل فيها التعداد التاني كان في 2017، وطبعا كان زي ما احنا شايفين كده عندنا زادت 14 ضعف، يعني أضعاف كتيرة جدا في خلال 10 سنين. يبقى هنا في زيادة مهولة في عدد السكان في مصر. كان في 2017 وصلت ل94.8 مليون نسمة، يعني زي ما قال 14 ضعف. وبذلك نجد ان اول الدول او ثالث الدول اللي بتحتل من حيث عدد السكان والكثافة السكانية في دول افريقيا هي مصر. مصر بتحتل المرتبة الثالثة في زيادة عدد السكان طبعا من دول افريقيا. كمان بتحتل المرتبة ال14 عالميا. يعني مصر هنا هنقوله مصر بتحتل من حيث الزيادة السكانية وعدد السكان المرتبة الثالثة في أفريقيا. طيب وإيه تاني؟ المرتبة 14 في دول العالم. دي نقط مهمة برضو هناخد بالنا منها. كمان أسباب السكان، ايه الزيادة السكانية اللي حصلت ديت أسبابها ايه؟ طبعا هنقوله في حاجة اسمها أسباب طبيعية وفي أسباب غير طبيعية. الأسباب الطبيعية كان من ضمنها فرق عدد المواليد عن عدد الوفيات. يعني لما نيجي نقول ان الزيادة الطبيعية دي ايه هي، هنقول ان سبب النمو السكاني هو ايه؟ سبب النمو السكاني حاجة من اتنين: زيادة طبيعية وهجرة، اللي هي طبعا تحت بند زيادة غير طبيعية. يعني الزيادة الطبيعية دي هي حاجة طبيعية محدش تدخل فيها، مفيش حد جاب ناس من دول تانية سكنهم معانا في نفس البلد، او مفيش حد خاد من سكان بلدنا لدولة تانية وداهم يسكنوا هناك. دي اسمها هجرة او اسمها زيادة غير طبيعية، يعني مش حاجة طبيعية في المكان. اما الزيادة الطبيعية عندنا هو قال عرفها وقال ان الزيادة الطبيعية هي ايه؟ نفتكر مع بعض. هي فرق بين اعداد المواليد واعداد الوفيات في ايه؟ طبعا في فترة زمنية معينة. زي ما بنعمل تعداد سكاني في فترة زمنية معينة، برضو الزيادة الطبيعية هي فرق اعداد المواليد اللي بيتولدوا جديد واعداد الوفيات اللي توفوا برضو بخلال فترة زمنية معينة. يعني هعمل حصر مين المواليد الجدد اللي عندي في المحافظة او في الجمهورية او في البلد
فرق الوفيات اللي بيتوفوا في نفس البلد او في نفس المحافظة او في نفس الجمهورية. يبقى الزيادة الطبيعية هنقول تاني هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة زمنية محددة او فترة زمنية معينة. طيب لما يجي يقول لي انخفض عدد المواليد في مصر، ليه انخفض عدد المواليد؟ بسبب ايه؟ هنقوله بسبب طبعا زيادة الوعي بضرورة تنظيم الأسرة، كمان الحد من الزواج المبكر. يبقى السببين دول من أهم الأسباب اللي أدت إلى انخفاض عدد المواليد في مصر. تاني، انخفاض عدد المواليد في مصر هنقوله ليه؟ هنقوله بسبب زيادة الوعي لدى الشباب لتنظيم الأسرة، يعني ما يبقاش في إنجاب كتير، ما يبقاش الأسرة فيها أعداد أطفال كتيرة. وكمان الحد من ظاهرة الزواج المبكر، هقلل موضوع الزواج المبكر اللي انتشر في الفترات السابقة، وكان دوت طبعا بيتجوزوا مبكر، فبيبقى فيه اما خلفة كتير واعداد مواليد كتيرة، او بيبقى فيه اسباب طلاق، وطبعا لان هما ما بيبقوش على وعي كامل. كمان انخفض عدد المواليد في مصر ليه؟ لما يجي اقول لي انخفض عدد الوفيات في مصر، طب انا عرفت المواليد انخفضت ليه، عشان بقى فيه وعي وبقى فيه الحد من الزواج المبكر. طب الوفيات هتنخفض ليه؟ هتنخفض بسبب التقدم الطبي وبسبب الرعاية الصحية. لما هيبقى فيه تقدم في الطب والتكنولوجيا عندي بقيت متقدمة وبقى فيه رعاية طبية افضل، طبعا مش هيبقى فيه وفيات بشكل كبير، لان الاول كان الوفيات كانت بتحصل بسبب ايه؟ مفيش علاج، مش عارفين يتوصلوا هو اصلا تعبان من ايه، الامراض ما كانتش لسه منتشرة ومعروفة بشكل كبير عند الاطباء، فبالتالي كان اللي بيتعب حتى لو دور سخونية ما بيقدروش ان هم يسعفوه، ما بيقدروش يدوله الادوات اللازمة او الامكانيات اللازمة ان هم يلحقوا المريض عشان يخف. فبالتالي كان من أتفه الأسباب كان ممكن المواليد تموت أو الكبار في السن بسبب طبعا عدم الرعاية الصحية. نيجي على النقطة اللي بعد كده، الهجرة. احنا قلنا عندنا سبب الزيادة الطبيعية، قلنا سبب النمو، قلنا زيادة طبيعية، ودي اللي اتكلمنا عنها من شوية، قلنا ان هي فرق عدد المواليد من عدد الوفيات في فترة زمنية معينة. وقلنا ليه انخفض عدد المواليد في مصر، هنقوله بسبب الوعي طبعا لدى الشباب بتنظيم الأسرة، و يعني قلة الإنجاب، وكمان قلة الوفيات. ليه في مصر؟ هنقوله برضو لأن هي أصبح فيه رعاية طبية وأصبح فيه خبرة أكتر في مجال الطب. طيب الهجرة بقى ديت زيادة غير طبيعية، زي ما قلنا هي انتقال الأفراد من مكان لآخر، يعني أفراد بتنتقل من مكان لبلد، من بلد لبلد، سواء هجرة داخلية أو هجرة خارجية. قسموا الهجرة لنوعين: هجرة داخلية، وطبعا هنفهمها دلوقتي من اسمها، وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية دي هي انتقال الأفراد بين المحافظات المختلفة لأغراض طبعا هنعرفها بعدين. أما الهجرة الخارجية هي انتقال الأفراد برضو، بس هيبقى بين مصر، انتقال الأفراد بين مصر ودول العالم. طيب هيهاجروا ليه؟ يبقى هنيجي لأسباب الهجرة. ايه هي أسباب الهجرة عندنا؟ أسباب الهجرة: واحد، بحث عن فرص عمل، هيهاجروا عشان هيشتغلوا، لأن بيبقى فيه بطالة أو بيبقى الشغل اللي هو متاح بالنسبة له مش كافي ان هو يقدر يحقق التزاماته، فبالتالي هيبحث عن فرصة عمل أفضل. أو البحث عن التعليم، فرص للتعليم، هكمل دراسات بره سواء خارج مصر او داخلها، او هدرس في محافظة تانية برضو من محافظات مصر، هتبقى هجرة داخلية. يبقى ههاجر علشان ادرس في محافظة اخرى غير اللي انا بسكن فيها، ودي برضو هتبقى من اسباب الزيادة السكانية. او ههاجر هجرة خارجية، هكمل تعليم او هشوف فرص عمل افضل، ودي هتبقى برضو هجرة خارجية. ثالث سبب معانا هو تحسين مستوى معيشة الفرد. مستوى معيشة الفرد عشان يتحسن محتاج يكون في شغل أفضل، محتاج يكون في مرتبات أعلى، محتاج يكون في
اجور عالية تكفي متطلباته والحاجات اللي هو بيبقى محتاجها. فعشان يحسن مستوى المعيشة يا اما هيهاجر هجرة داخلية يا اما هيهاجر هجرة خارجية، على حسب هو شغله ايه وعلى حسب المتاح قدامه ايه. طيب نتائج الهجرة دي ايه اللي حصل فيها؟ لما الناس بتهاجر من دولة لدولة او من محافظة لمحافظة، ايه اللي حصل عندي؟ ايه اللي ترتب على الكلام دوت؟ اترتب على الهجرة ايه؟ حاجات طبعا كتيرة زي الكثافة السكانية. بقى عندي الكثافة السكانية سواء داخل البلد او خارج الدولة اصلا، يعني حصل عندي زيادة في الكثافة السكانية. ايه كمان؟ طبعا في المناطق اللي فيها ضغط سكاني، كمان في زيادة في ضغط الخدمات على الخدمات. انا هستخدم خدمات البلد اللي انا هاجرت ليها، هستخدم مدارس البلد اللي انا هاجرت ليها، هستخدم المستشفيات، كل دي بتسمى خدمات. يبقى انا هستخدم الخدمات اللي في البلد اللي انا مهاجر ليها، يبقى هيبقى في ضغط، هي السكان اللي فيها الخدمات على قد السكان اللي موجودين في البلد دي. طب لما يبقى في هجرة كمان للبلد، يبقى هيبقى في ضغط من السكان وضغط من المهاجرين الى البلد دي. كمان في عندنا هيظهر حاجة كمان اسمها ظهور العشوائيات. ظهور العشوائيات يعني ايه؟ يعني بتبقى منازل مبنية بشكل عشوائي غير محسوبة من قبل الدولة، بتتبنى على أطراف المدن، على أطراف الأماكن الزراعية، على أطراف المدن الصحراوية، يعني ما بيبقاش ليها تنظيم من قبل الدولة، فبتتبني عشوائي. كل مجموعة هاجروا وجم للبلد عشان يشتغلوا أو عشان يتعلموا أو علشان يحسنوا مستوى معيشتهم، فبالتالي محتاجين مكان يسكنوا فيه. هيبنوا أماكن ليهم تكون على قد مستواهم وعلى قد الإمكانيات بتاعتهم، فبالتالي دي بتسمى عشوائيات. طيب كده خلصنا موضوع الهجرة وعرفنا ايه هي الهجرة. هي انتقال الأفراد من مكان لآخر، دي الهجرة بشكل عام. طب قسمولنا الهجرة لنوعين، هجرة داخلية وهجرة خارجية، وقلنا الهجرة الداخلية هي انتقال المحافظات، انتقال الأفراد بين المحافظات المختلفة. أما الهجرة الخارجية هي طبعا هنتقل من مكان بلدي لدولة تانية، يعني من مصر ودول العالم. طب أسبابها كانت ايه الهجرة ديت؟ هنقوله لو جالي بما تفسر هقوله ان البحث عن فرص عمل افضل، او البحث عن فرص للتعليم، او تحسين مستوى معيشة الفرد. عندي 3 اسباب من اسباب الهجرة. طب لو قال لي النتائج اللي اترتبت على الهجرة دي ايه اللي حصل؟ هقوله ان بقى في زيادة سكانية في المناطق اللي فيها كثافة. كمان هقوله ان في ضغط على الخدمات في المناطق ديت. هقوله ظهور عشوائيات، وطبعا دي نتجت عن الهجرة الداخلية. اكيد مش هيهاجروا من مصر لدول العالم ويروحوا يبنوا مناطق عشوائية هناك، هي هتبقى تبع الهجرة الداخلية بس. طيب تاني حاجة معانا هي الكثافة السكانية في مصر. الكثافة السكانية ديت طبعا الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض اللي بيعيشوا عليها. يعني المساحة اللي أنا بعيش عليها النسبة يعني متناسقة معايا مع عدد السكان اللي في المكان ده، ولا في زيادة في قلة فيها؟ هنعرف دلوقتي. طبعا لما يقولي بتختلف ألوان الخريطة في توزيع السكان، هقوله بسبب اختلاف الكثافة السكانية في مصر. يعني كل أماكن ليها كثافتها المعينة. لما يجي هنا في الخريطة دي يقول لي اللون ده بيمثل ايه، هقول له ان المناطق ديت مناطق ازدحام سكاني، اللي هي زي القاهرة والجيزة، ودول اكتر المدن المصرية اللي بتبقى مزدحمة بالسكان، لان طبعا متوافر فيها جميع الخدمات، متوافر فيها جميع الوزارات، متوافر فيها كل حاجة ممكن نكونوا محتاجينها. طيب اللون الاورنج دوت بيمثل ايه؟ بيمثل مناطق مزدحمة بالسكان لكن مش مزدحمة جدا او ما فيهاش كثافة عالية جدا زي القاهرة والجيزة. طيب تعالوا نشوف محافظات ايه ديت. عندي الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، اسماعيلية، كل دول، وبورسعيد. كل دول طبعا من ضمن المحافظات اللي فيها كثافة سكانية او مزدحمة بالسكان، مش كثافة عالية جدا. لما يجي يقول لي اي المدن اللي فيها كثافة عالية جدا بالسكان، هقول له القاهرة والجيزة، المدينتين دول بس. طيب لما يقول لي المناطق المزدحمة بالسكان، هقول له دقهلية، شرقية، اسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، اسكندرية، كفر الشيخ. كل المدن ديت فيها كثافة لكن مش كثافة عالية.
طيب اللون الاصفر عندي ده بيمثل ايه؟ هقوله بيمثل المناطق النادرة في السكان، لان زي ما احنا شايفين الاصفر ده كله صحاري، فبالتالي مفيش خدمات متاحة، طرق المواصلات صعبة شوية، ندرة في المياه، حاجات كتيرة، اسباب كتيرة تخلي مفيش سكان كتيرة في المناطق اللي زي كده. وكمان مفيش معيشة فيها كتير او مفيش خدمات فيها كتير. طب زي ايه؟ زي شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر. كل دولت عندي المدن اللي ما فيهاش كثافة سكانية اصلا او نادرة السكان. وطبعا دي بتبقى محافظات حدود، بنسميها محافظات الحدود، لان هي كلها على حدود مصر، يعني على حدود مصر بيننا وبين ليبيا، على حدود مصر بيننا وبين فلسطين والدول التانية، على حدود مصر من الجنوب، كلها محافظات حدود. ماشي. كمان معانا العوامل اللي بتأثر في توزيع السكان. طب ليه في مناطق سكان عالية وفي مناطق سكان فيها السكان منخفضة شوية؟ هقول زي ما قلت قبل كده، لان فيها الخدمات وطبعا موارد المياه والحاجات دي كلها. طب العوامل بقى اللي بتأثر في توزيع السكان، اول حاجة هقول محافظات الوادي والدلتا، دي عوامل طبيعية بيتركز فيها السكان. ليه؟ لان فيها العوامل الطبيعية. زي ايه العوامل الطبيعية؟ زي المياه العذبة واستواء السطح. كمان فيها تربة خصبة بتساعدني على الزراعة، يبقى هيتكثفوا السكان في هذه المناطق بحيث هيقدروا يزرعوا، هيقدروا يعملوا تجارة عن طريق الطرق، هتبقى مستوية بالنسبة لهم، هيقدروا المياه العذبة متوفرة يقدروا يعملوا منها اي مشروعات. كمان عوامل بشرية، دي كده كانت عوامل طبيعية يعني الانسان ملوش اي تدخل فيها. طب العوامل البشرية، العوامل البشرية عندي توافر خدمات وسهولة المواصلات. الخدمات زي ما قلت متوفرة في المناطق ديت، فبالتالي اقدر ان انا اتعايش بشكل امن، واقدر ان انا اادي اي خدمة انا محتاجها في المكان. كمان سهولة المواصلات، زي ما قلت السطح مستوي، يبقى هيبقى فيه سهولة في المواصلات. عندي السطح فيه مستوي، مش مفيش جبال، مفيش هضاب، مفيش الحاجات دي كلها، فبالتالي المواصلات هتبقى سهلة معايا. مناطق بقى بيقل فيها تركز السكان، يعني اللي فيها عدد سكان قليل، قلنا هي محافظات الحدود الصحراوية، وقلنا طبعا عشان ما فيهاش استواء سطح، فيها قلة خدمات، فيها قلة المياه، طبعا ما فيش تربة خصبة. يبقى عكس العوامل الطبيعية اللي هي برضو تعتبر عوامل طبيعية في محافظات الحدود. يعني ايه؟ يعني محافظات الحدود برضو متقسمة عندي لجزئين، جزء عوامل طبيعية وجزء عوامل بشرية. العوامل الطبيعية عندي هي ندرة المياه العذبة، ما عنديش مياه عذبة زي ما قلنا، احنا بنعتمد في الصحاري على الآبار والعيون، المياه الجوفية، الحاجات دي كلها. طيب هي اصلا مش كتيره، يعني في المناطق الصحراويه هي اصلا في ندره في المياه دي، يبقى عندي ندره المياه العذبه هتعمل عندي عجز في السكان او قله في السكان في المناطق دي، لان مش هيقدروا ان هم يمارسوا حرفه الزراعه والحرف اللي هي معتمده على المياه. كمان عدم استواء السطح دوت هيسبب لي مشكله في التجاره، لو انا حبيت ان انا انتقل من مكان لمكان في وسائل المواصلات هتبقى عندي عائق في الحتة ديت، لان السطح مش مستوي، فيها جبال وفيها هضاب وفيها رمال كتيرة، فمشكلة في استواء السطح. كمان العوامل البشرية برضو هيبقى فيه نقص في الخدمات، قلنا مفيش توافر في السطح المستوي، فمفيش سهولة في المواصلات، مفيش مفيش مياه عذبة بكمية كافية، فبالتالي هيبقى السكان قليلين في المكان ده، وهيبقى نقص في الخدمات. لو في سكان قليلة فمش هيبقى في خدمات كافية ان هي تلبي لهم الاغراض المختلفة. يبقى تاني نراجع الجزئية ديت لان هي مهمة، ومقارنة حلوة جدا بين ايه المناطق اللي بيتركز فيها السكان والمناطق اللي بيقل فيها السكان. المناطق اللي بيتركز فيها هنقوله الوادي والدلتا، وهي بتنقسم لعوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية مياه عذبة واستواء السطح وتوافر التربة الخصبة. العوامل البشرية هتيجي توافر الخدمات، سهولة المواصلات. طيب المناطق اللي بيقل فيها تركز السكان هي محافظات الحدود، وعواملها طبيعية برضو وبشرية. العوامل الطبيعية اللي فيها هي ندرة المياه العذبة وعدم استواء السطح. طيب العوامل البشرية هنقوله نقص الخدمات، ودي طبعا أهم عامل في المكان. طيب جهود الدول
لتقليل الكثافة السكانية. الدولة عملت لنا ايه عشان تقلل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، ما يبقاش فيها كثافة عالية وفي نفس الوقت توزع السكان على بقية انحاء مصر؟ عملت استصلاح للصحراء عشان تعمل استصلاح للصحراء وتبتدي تبقى فيها زراعة وتعمل لها توصيلات من مياه نهر النيل علشان اقدر ازرع بيها. وبدأت ان هي تعمل لي مدن جديدة علشان الناس اللي هتبتدي تزرع عايزين اماكن يعيشوا فيها ويبقى فيها اقامة وفيها حياة، يعني بنت لي مدن جديدة فيها. وكمان وفرت خدمات في محافظات الحدود. بدأت الخدمات اللي ناقصة ديت بدأت توفرها لي من مدارس وجامعات، مستشفيات، منتزهات، يعني حاجات ترفيهية، ملاعب وحاجات خدمات للموجودين في المكان. طيب في مصطلحات بقى عدت علينا في الدرس هنراجعها سوا. اول حاجة النمو السكاني، وقلنا ان هو زيادة في عدد السكان في فترة زمنية معينة. كمان الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات برضو في فترة زمنية معينة. الهجرة هي ايه؟ الهجرة هي انتقال الافراد من مكان لاخر. طيب قسموا الهجرة لنوعين: هجرة داخلية، هجرة خارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الافراد من محافظات مختلفة، يعني انا ما بتكلمش في دول، انا بتكلم في نفس الدولة بس من محافظات مختلفة. طيب الهجرة الخارجية هي انتقال الافراد بين مصر ودول العالم، يعني من دولة لدولة. الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الارض اللي بيعيشوا عليها. وده كان الدرس النهاردة، درسنا سكان بلدنا وحياتهم ايه كلها، وتوزيعهم على توزيعهم على الخريطة ازاي. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة جديدة.